الاختراع ده فشيخ. انا شفته في ماليزيا، معظم اوروبا، شفته في المانيا، كنت من يومين في ميونخ، لفيت بيها حرفيا ميونخ كلها، وشفته هنا في التشيك. انت بتاخده من اي نقطه لاي نقطه، تفتح جوجل مابس تقول مثلا انا عايز اروح المول، مثلا المول بعيد عنك 5 كيلو، انا الفندق بتاعي مثلا اللي هو شايف المبنى دوت هو جنبه على طول، وبيبقى فيه مواقف في كل حته. بص هناك شايف كل البتوع الخضر دول، كل دول ايه تقدر تركبهم في اي وقت من اي مكان. فانا مشيت للحته دي بتاع 300 400 متر، لقيت هنا هوت البتاع ده كله. الابلكيشن بيبقى فيه كل السكوترز اللي موجوده، فانت بتختار اي سكوتر انت عايزه، هو بيقول لك اقرب واحد ليك فين، وبعد كده بتدوس سكان، بتشتري باكج بتبقى مثلا بالدقايق، 30 دقيقه 60 دقيقه 120 دقيقه وهكذا، وبتبقى ليها صلاحيه يوم يومين 3 ايام على حسب انت قاعد في الدوله قد ايه. دي الباكج بتاعتي، فاضل لي فيها 28 دقيقه و24 ساعه عشان انا لسه مشترك فيها دلوقتي. طب انا دلوقتي عايز اركب، اعمل ايه؟ ادوس دي مثلا واروح دايس سكان، واجي هنا مثلا لاي بتاع من دول واروح سكان الكيو ار كود، هيقول لي هنا ان البتاع دوت مشحون في 19 كيلو تمشيهم، فهقول له مثلا ستارت رايت، بيقول لي هنا بيخصم بس مبلغ من الفيزا، بمجرد ما يخصم منك المبلغ ده بيروح فتحها لك، بترنها، بتفك البتاعه دي كده، انت بتزقها الاول زقه برجلك وبعد كده تدوس على دي، هي دي البنزين بس كده، وده الفرامل، ما فيهاش حاجه ثانيه. تروح زي دي كده، وبعد ما تخلص الرايد بتاعتك الجميله تروح راجع تاني، تدخله في اي حته، تقفله كده، ماسك موبايلك وتروح دايس اند رايد، هتلاقيه رن ان هو خلاص زي الفل، وتروح دايس مثلا الفيدباك بتاعك خلاص كده. وطبعا هنا بترميها في اي حته، يعني انت وصلت مثلا الفندق بتاعك تروح رميها بره الفندق، وصلت السوبر ماركت ترميها بره في السوبر ماركت، تخلص السوبر ماركت ترجع تروح مشغلها تاني وترجع. بجد اختراع رائع يعني.